في عالم مليء بالمفاجآت، تظهر بين الحين والآخر قصص يصعب تصديقها. لكن قصة اليوم أغرب من الخيال. شاب جزائري يدعى أحمد الفاتح يعلن أنه حامل، ثم ينجب طفلة، وبعد أسابيع يموت. فهل القصة حقيقية؟ ومن هو هذا الشخص؟ وما الذي حدث فعلا؟ إليك القصة الكاملة. في الجزائر، وتحديدا في أوائل عام 2024، بدأ اسم أحمد الفاتح يظهر في وسائل التواصل. شاب في العشرينيات من عمره، وجهه ناعم وصوته هادئ، لكنه أعلن شيئا لا يصدق: أنا رجل وحامل. ضجت السوشيال ميديا، البعض اعتبره يبحث عن شهرة، والبعض الآخر اتهمه بالكذب أو السحر. مع البحث، تبين أن أحمد كان أنثى بيولوجيا في الأصل، ثم خضع لمرحلة انتقال جنسي جزئي، لكنه احتفظ بجهازه التناسلي الأنثوي، ما جعل الحمل ممكنا طبيا، كما يحدث في بعض الحالات النادرة عالميا. وتحت إشراف طبيب أوروبي، أكد حمله، وتابع مراحل نمو الجنين خطوة بخطوة. شارك صوره ببطن بارز، وتحدث عن الصعوبات النفسية والجسدية. في إحدى المستشفيات خارج الجزائر لم يكشف اسمها، خضع أحمد لعملية قيصرية، وأنجبت الطفلة مايا. سجل الحدث كأول ولادة لرجل في العالم العربي. البعض دعمه واعتبره شجاعا، والبعض الآخر انهال عليه بالانتقادات والشتائم، حتى اتهموه بتشويه الفطرة والدين. بعد أقل من شهر من الولادة، نشر خبر صادم: وفاة أحمد الفاتح. السبب؟ حسب ما نشر، مضاعفات صحية معقدة، يقال إنها بسبب اضطرابات هرمونية وتدهور المناعة بعد الولادة. مات أحمد، وترك خلفه ابنته الصغيرة، وقصة لن تنسى بسهولة. لكن هنا تبدأ الحيرة: هل أحمد فعلا اسمه الحقيقي؟ هل كانت الولادة حقيقية أم مجرد تمثيل؟ من يتولى رعاية الطفلة الآن؟ ولماذا لم تصدر أي جهة طبية أو رسمية تأكيدا دقيقا؟ كل هذا جعل القصة مثار جدل. البعض يصفها بالخرافة، وآخرون يرونها واقعة نادرة، لكنها حقيقية. قصة أحمد الفاتح تكشف لنا شيئا واحدا: أن العالم تغير، والمفاهيم تتحرك، والناس تنقسم دائما بين مؤمن ومكذب. لكن تذكر، خلف كل قصة إنسان يحمل ألما وأملا، وربما سرا لا يعرفه أحد.